وتمريرات دفاع يصد الكرة، تعود عبد العظيم شيخ الدين، فيكتور لأبو عاقلة عبد الله، هاجا جون، أبو عاقلة يحاول اللعب في الجهة اليمنى والرأسية حاضرة ومبعدة من الدفاع وتدخل، جول جول، الهدف الأول، هدف الأول في هذه المباراة، تسديدة قوية جدا من ياسر مزمل في المرمى، يسجل الهدف الأول في هذه المباراة في الدقيقة 20. دقيقة 20 ياسر مزمل، اللمسة الثالثة للكرة في المرمى مباشرة. أبو عاقلة لعب كرة أمامية، صمد الدفاع كثيرا، 65 دقيقة، ولكنه الآن يعني جون يلعب كرة لياسر مزمل وياسر يضع في الشبكة، يسجل الهدف الأول لصالح فريق الهلال في الدقيقة 20. ياسر مزمل والهدف الأول. تعود لإسحاق آدم، إسحاق لفيكتور، عبد الرجا جون، إيمورو يلعب لبوجبا، بوجبا يلعب كرة أمام المرمى، جول جول، الهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح فريق الهلال من اللاعب اللي أحرز الهدف الأول ياسر مزمل. ياسر مزمل يضع الكرة في الشبكة، يسجل الهدف الثاني. ما كان متوقع يعني لاعبي الهلال الفاشل من أن ياسر مزمل سيحدث الفارق بعد دخوله في شوط اللعب الثاني. شوف إيمورو مرر للاعب والد الدين خضر بوجبا، وبوجبا عمل الكرة العرضية، وياسر مزمل في مكان صحيح وقوفا وضع الكرة في الشبكة براسه. هدف ثاني لصالح فريق الهلال في الدقيقة 24 من الشوط الثاني، دقيقة 24، والهدف الثاني لفريق الهلال. بوجبا إيمورو وتدخل ومرت إلى خارج الملعب، مرت إلى خارج الملعب، رمية تماس. تماس لصالح إيمورو، إبراهيم إيمورو يلعب كرة، تدخل عرضية ولكن تدخل من الدفاع أيضا وإبعاد، تعود في وسط الملعب، تتمرر كرة نور لصالح فريق الهلال، عاصمة تسديدة وجول جول، الهدف الثالث، الهاتريك لياسر مزمل، كرة في الشبكة، مش في الشبكة الخارجية كما خلتها ولكنها في الشبكة، هدف ثالث وهاتريك لياسر مزمل. ماذا يفعل ياسر مزمل مع شباك هلال الفاسر في شوط اللعب الثاني؟ في أقل من 15 دقيقة ياسر مزمل وصل 3 مرات لشباك هلال الفاسر، في مرمى صداح وفي مرمى البديل منير. 3 دون مقابل لفريق الهلال على هلال الفاسر من قدم ياسر مزمل، يسجل الهاتريك ويسجل الهدف رقم 30 لفريق الهلال في هذه المنافسة حتى الآن. فرحة ألتراس الهلال بالهدف الثالث، هذه المرة في الدقيقة 40. مكابي انطلاقة ودخول منطقة الجزاء ومراوغة وركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح فريق الهلال في الدقيقة 41.
ركلة جزاء لصالح فريق الهلال. هلال الشوط الثاني غير هلال الشوط الأول. شوف مكابي وود الفاتح رينجو عمل معاه مخالفة وركلة جزاء. إعادة لقطة ركلة الجزاء اللي ارتكبها واصل الفاتح وعبد العظيم شيخ الدين بيتناقشوا في اللقطة الماضية، وركلة الجزاء حينفذ ماكابي حينفذ ركلة الجزاء في الدقيقة 41. ماكابي يلعب كورة فور، جول الهدف الرابع لفريق الهلال من اللاعب ماكابي من ركلة جزاء. ماكابي ويحتفل بتسجيله لركلة الجزاء. الكنغور يضع الكرة في الشبكة لليوبو ماكابي، هدف رابع لفريق الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 42. كرة في الشبكة، هدف رابع. شوط اللعب الأول كان فيه ندية كبيرة جدا وانضباط دفاعي لفريق الهلال الفاشر، واستمر حتى الدقيقة 20 من شوط اللعب الثاني. بعد ذلك الهلال العاصمة أجرى عدد من التبديلات بعد دخول ياسر مزمل، سجل هدفين وأضاف الثالث.